النهاردة احنا في ميدان كليوباترا شارع بورسعيد في اسكندرية، موجودين عند حلواني مرزوق. بجد هو من أحلى الحلوانية اللي موجودة في اسكندرية. تعالوا بقى اقول لكم الناس دي بقالها قد ايه. الناس دي بقالها اكتر من 100 سنة، بجد بتصنع السعادة على وشوش كل الناس اللي بتروح لها. حاجة في منتهى الروعة. بجد احنا لفينا لفة كده في المحل، اخترنا شوية حاجات هنجربهم كلهم مع بعض دلوقتي واحدة واحدة وبالراحة، وهنقول على اسامي كل حاجة وتفاصيل التفاصيل. وفي اخر الفيديو في اختراع احنا هنقوم نعمله معاهم بنفسنا، اختراع جميل جدا جدا وجديد وحصري. حصري، افتكروا الكلمة دي كويس قوي. هو حاجة هتعجبكم قوي. يلا بينا بقى نشوف احنا اخترنا ايه وهنبتدي مع بعض. أول حاجة احنا مكناش عارفين نختار ايه ولا ايه، بس احنا قلنا ان احنا هنبتدي بدي. هي دي اسمها براوني ستيك، هي دي البراوني، بس هم حاطين فيها كده ايه الستيك دي كده انا عشان تبقى سهلة في الأكل. انا متوقع ان الناس بتاكلها بالشوكة والسكينة وتقطعها، بس انا بصراحة لقيت فيها ستيك كده فحسيت ان انا عايز اكلها بالشكل ده. هي الصراحة أسهل بكتير وانتوا بتاكلوها بالستيك، وليها طعم مختلف وهي بتتاكل بالستيك بس يعني. هي حلوة، حلوة هي قوي. هي فيها كل الأنواع، وفيها فيها بيستاشيو وفيها تشوكلت وفيها فريرو روشيه. اللي احنا كلناها دي كانت مارس، كان طعمها حلو قوي قوي قوي. فاطمة بدأت تاكل بايديها بدري قوي. صراحة ما كنتش قادرة أقاومها يعني، مع إن أنا أصلا ماليش في البراونيز، بس هي كانت حلوة. اسمه ايه ده فاطمة؟ اسمه شيكونو. شيكونو. يا جماعة الشيكونو ده واللي عمله فيا وفي الإحساس اللي كان جوايا وأنا باكله، يعني ده بجد اختراع. ده بسكوت من بره عليه طبقة الشوكليت، بسكوتة الآيس كريم. بسكوتة الآيس كريم اللي احنا عارفينها، عليه طبقة الشوكليت من بره كمان. وده ضايف له كتير قوي وضايف للطعم هنا قوي. والمفاجأة بقى من جوه إن هو جواه كيك. ليه حرقت المفاجأة؟ لسه كنت عايز اوريها لهم. المفاجأة لسه جاية. في كيك يا جماعة جوه، يعني انتوا مستوعبين ان في كمان جوه الكيك؟ لا لا لا، بصوا ده انا بالنسبة لي ماي فيفورت. مش عايز اقول دلوقتي ماي فيفورت عشان لسه في اختراع احنا هما قلنا. كلهم يعني في حاجات توب. كتير حلوة قوي. بس يعني ده انا لو عديت من هناك انا مش هفوت غير ان انا لازم كل مرة اعدي اخد شيكونو. بجد شيكونو في منه انواع كتير قوي. في منه بيستاشيو وفي لوتس وفي فريرو روشيه وفي بوينو وفي رافاييلو، وفي تقريبا كل حاجة في يعني. بيستاشيو وفي فستق، في الاتنين يعني. أنا قلت كده. اه هو البيستاشيو هو الفستق عشان احنا عندنا مشكلة انا وهي من زمان في الموضوع ده. فهو بجد كان فظيع. طبعا انا ايه عماله اكل هي كلها تشوكلت، فانا طبعا كنت هموت وادوق الكيكه، فقمت ايه اخدت كده دخلت بالشوكه كده. تدخلوا كده يا جماعه في اعماق الكون ومن جوه كده عشان خاطر تقوموا جايبين الكيك. بصوا الشوكليت عاملة ازاي بصوا. اصلا، بصوا الكيك بقى من جوه الجميل ده. الفليفر كده على بعضه وفيه حاجة. البسكوت مع الكيك هو تحفه، واحلى حاجه كمان ان الحاجه طازه جدا جدا يعني، بجد كانت فظيعه. لا، خدمة، مكان، نظافة، ماتيريالز، الحاجات دي قليل قوي ان احنا ممكن ندي فيها ريت، لان هما اوفر 10 من 10 في الحاجات دي بجد بمنتهى الامانة يعني. بجد يعني كانت تجربة هايلة بالنسبة لي. ولسه. استنوا، استنوا، ده انا قلت اوصل للكيك انا كمان. سعيد قعد ياكل اه كتير عشان خاطر هو كان مبسوط بيها قوي انا يعني. كانت عجباني جدا زي ما قلت لكم بجد. from my favorites. طعمها رائع رائع بجد. بجد. تعالي بقى نجرب حاجة تانية. بصوا بقى دي. انا هنا بقى انا قررت ان دي انا اختراع. انا عايز العب بقى. يعني انا قررت ان انا هلعب بنفسي بقى هنا. ان هي اسمها ضفيرة توينز. ضفيرة توينز، بس ضفيرة انا توينز. بالنسبة لي هي كانت احلى حاجة في حياتي يعني. ليه يعني بقى؟ ليه يا انا اسماء؟ سميتها احلى حاجة في حياتي. يعني انا رحت لمحمد قلت له دي احلى حاجة في حياتي. دي بقى دي خلي بالكوا دي عجينة كرواسون تقريبا. هي عجينة كرواسون، بس هي اه بقى الفكرة الحشو اللي جوه بقى، الحشو هي الفكرة في الاختلاف، الحشو اللي جوه. حطوا الشوكليت على البيستاشيو اللي هو الفستق يعني. حطوهم على بعض وعملوا منهم حاجة كده جميلة قوي انتوا بجد. ممكن تستغربوا ان الطعمين مختلفين، يعني ايه اللي جاب ده لده، بس هم صدقوني الميكس ده رهيب بجد رهيب. بصوا وانا بصوا شايف ان بتبصوا الميكس ده ازاي. هم اول ناس عملوه، يعني انا سمعت وسألت. وكانوا ناس كتير جدا بتريكومند ليا المكان. انا عارف ان هم يعتبروا من اوائل الناس او المتميزين في ان عملوا الفليفر ده على بعض.
بصوا فاطمة هنا انا كنت بحاول يعني اكلها معايا بس هي لا لا، انا ما اخدت قدرتش الحاجة. اقاوم، ما قدرتش اقاوم. دي الالمون اسمها ايه؟ الموند كيك. الموند كيك. انا عندي مشكلة في الاسامي بس انا مبسوط يعني. لان انا بصراحة ما قدرتش اسمع الاسامي على قد ما هي قدرت كيكه ادوق. كده فادج، بس ايه باللوز، يعني اللي فوق ده كله لوز. وفي منها بالبيستاشيو. وفي منها بالبيستاشيو، وفي منها بالبندق، في منها، بصوا تقريبا هي كل الفليفرز موجوده، مفيش فليفر انتوا هتروحوا تلاقوه مش موجود يعني. هي حلوة قوي بجد. المكان فين يا فاطمة؟ قول لهم. المكان في ميدان كليوباترا، شارع بورسعيد، اسكندريه. اي حد كمان نازل اسكندريه وعايز ياكل حاجه حلوه يجي عند حلواني مرزوق. هيعجبه جدا، كل حاجة عندهم جميلة. احلى حاجه ان هم مش تقليديين، يعني ماشيين ورا الترند وفوق الترند كمان، يعني جايبين حاجات انا ما شفتهاش قبل كده. انا بالنسبة لي في الحلويات هما اللي بيبدأوا بالترند. ده اللي انا شايفه الفترة دي، هما اللي بادئين بالترند في حاجات كتير قوي. بصوا بقى الجار ده، الجار. يعني الجار ده من الحاجات اللي عجبت فاطمة قوي يعني. وانا اصلا ماليش في الجار، بس هي كانت حاجه كانت عاجباني جدا، ان هو كان غالب فيه طعم قوي، العين الجمل، وكان وبعدين خفيف يعني مش تقيل. كان خفيف كده وطعمه يعني مش تقيل يعني، ممكن تاكل منه تاني. وهنا بقى يعني فاطمة من عشاق عين الجمل، فانا لقيت عين جمل كده على الوش. دي عين جمل زي ما هي كده، صحيحة قطعة كده. خدتها طبعا. واضرب يا فاطمة عشان فاطمة كانت من تحفه الحاجات. الصراحه. هنا سنسكت قليلا. هنا يعني سنسكت قليلا. بامبوليني. بامبوليني، صح. بامبوليني، الحمد لله قلتها المرة دي صح. انا طبعا البيستاشيو، انا وهو في قصة حب، فانا هاخد اللي محشية بيستاشيو وهدوقها وهوريكوا هي عاملة ازاي من جوه. ودي فريرو روشيه، وفي منها بوينو، وفي منها لوتس، وفي منها بصوا كريم بقى، بص بص بورليه. بص 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 الصوص هنا بصوا عامل ازاي. البوز ازاي. لا لا لا، بص بص، انا مش قادر اتحكم، انا ايديا اصلا يعني كويس ان انا لابس جلافز. بصوا، هي البزازان اللي فيها يعني رهيب، بجد رهيبة. حلوة زيادة عن اللزوم. وكل حتة فيها دي عجينة ايه يا فاطمة؟ قولي لهم بقى. هي عجينة إيطالية، هي أصلا إيطالية، بس هي شبه عجينة الدونتس، بس هي طبعا أطرى بكتير من عجينة الدونتس، وأحلى بكتير من عجينة الدونتس. أنا الصراحة يعني بحب الدونتس، بس أنا دي عجبتني يعني أكتر انا بكتير. هنا بصيت للفريرو روشيه اللي فاطمة بتفتحها، بصيت بصوا، على الشوكليت من جوه. بصوا العجينة بجد طرية قوي وفلافي كده، يعني تحفة بجد. غنية، هي الميزة ان هي غنية. يلا بينا، احنا رايحين نعمل الاختراع. ده ايه؟ ده كرواسون. هنحطه فين؟ في مكنة الوافل. دي بقى الحاجة نفتح، الغريبة بقى، نلاقي اختراع جديد، نلاقي وافل. وافل كرواسون. ناخد بقى الوافل ده ونروح للميكس اللي هما راكبين بيه الترند. هنحط هنا بقى صوص الشوكليت. ها، اسمعوا معايا الكلام عشان الكلام هنا كبير قوي. وهننزل عليه بقى بصوص ايه؟ البيستاشيو. البيستاشيو. وننزل نجيب بقى ايس كريم شوكليت وايس كريم بيستاشيو عشان الموضوع يبقى في حتة تانية خالص. الفرق هنا ايه ما بين الوافل وما بين عجينة الكرواسون؟ ان هي خفيفة وجميلة جدا ومورقة كده شبه الكرواسون بالظبط. يعني هي ميزتها ان انتوا ممكن تاكلوا منها مثلا 3 بيسز 4 بيسز عادي، يعني مفيش اه مشكلة، يعني غير الوافل بتبقى يعني تقيلة شوية، ممكن تاكلوا منها 1 بيس في وخلاص. العادي انا بدوق وبعد كده على طول باخد تاني علشان ادوق فاطمة. ده في اي فيديو هتشوفوه في اي مكان رحناه. بس هنا يعني انا كانت المفاجأة ان انا ما قدرتش ادي فاطمة، اكلت انا تاني. وهي كانت شايفة المنظر بجد قدامها. كان المنظر كان، لا كان تحفة، اكلت بقى والطعم. هنا بصراحة، لا لا لا، بجد روعة. حلوة وبعدين قوي قوي قوي. يعني هو ميكس السخن مع الساقع، لا بصوا هو كان رهيب رهيب يا جماعة. انا بجد لو رحت، اما اروح تاني بجد هطلبها مرة واتنين وتلاتة، وهطلب منها ممكن 4 بيسز اكلهم لوحدي يعني. لا بجد حلوة قوي وكل حاجة كانت بجد بمنتهى الأمانة. بجد هما تحفة 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 تحفة. تحفة. يلا عايزاكم بقى تروحوا وتجربوا المكان وتقولوا لنا ايه رأيكم. باي باي باي. باي.